السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. كلامنا النهاردة إن شاء الله عن فن مهم جدا من فنون العلاقات الإنسانية، وهو فن العتاب. ليه بقول فن العتاب؟ لأن العتاب مش مجرد إن أنا بتهم اللي قدامي اتهامات أو بحكي المشكلة من الأول وجديد أو بستجلب خناقة جديدة أو مشكلة جديدة. العتاب أعمق وأجمل من كده بكتير. من وجهة نظري إن العتاب مهم جدا، لأن ببساطة ممكن الطرف الآخر مش فاهم إن أنا زعلان، ممكن يكون له وجهة نظر أنا معرفهاش، يمكن يكون له عذر أنا معرفوش برضو، يمكن يكون هو عايز يصالحني، يمكن يكون اي حاجة. خلينا نفترض مع بعض حسن النية. طيب عشان اعاتب والموضوع ما يتطورش معايا لخناقة من الاول وجديد او لاتهامات ونكبر الموضوع، لازم نعرف ازاي نعاتب بعض. اول حاجة ابقى عارف كويس قوي انا بعاتب ليه، ايه غرضي من العتاب ده قبل ما ابدأ عتاب اصلا. ابقى فاهم انا بعاتب ليه. هل عشان مجرد ان انا اعبر عن غضبي وانفس عن غضبي باي طريقة، ولا هل عشان انا جوايا الكلام ده ومحتاجة اقوله عشان بعد ما اقوله هرتاح ايا كان رد فعل الطرف التاني، او عشان انا فعلا حابب تبقى نفسي صافية تجاه الطرف الاخر وحابب ان انا سامحه، او عشان ان انا اتفوق على الطرف التاني. هو انا ممكن يكون نيتي من العتاب اني اتفوق على الطرف التاني، ده كتير بيبقى نيتي ان انا اتفوق على الطرف الاخر، بيبقى نيتي ان انا اوصل للطرف الاخر رسالة معناها انت ما بتفهمش، او انت فيك اي مشكلة ما وانا احسن منك. فبالتالي افضل احاول اثبت له ان هو اللي غلطان، ان هو اللي وحش. يا ترى رد فعل الطرف الاخر هيكون ايه؟ قطعا هيدافع عن نفسه، قطعا لو غلطان مش هيقول انا غلطان. فبالتالي لازم من الاول اكون عارف انا اصلا هعاتب ليه، ايه غرضي من العتاب، واقعد مع نفسي كده واسال نفسي بصدق. لاني لو حددت الهدف بتاعي الطريق بتاعي هيختلف. لو انا دلوقتي رايح المكان ده غير المكان ده غير المكان ده، لما ابقى عارف انا عايزه اروح فين هعرف هاخد انهي طريق. فانا هحدد غرضي من العتاب الاول وهدفي من العتاب. خلاص انا حددت، وليكن مثلا انا حددت الهدف بتاعي ان انا تبقى نفسي صافيه وما يبقاش جوايا حاجه تجاه الطرف الاخر، وترجع العلاقات وديه وجميله زي ما كانت كده. انا حددت الهدف، ماشي هعاتب بقى. لما اجي اعاتب ما افضلش اقول انت عملت كذا وانت تصرفت في كذا انت بتقول انت بتستفزه. لان انت لما بتشير للي قدامك ان انت غلطان، اللي قدامك ما بيفكرش غير في ان هو خلاص هو في وضع كده، يعني في مشكلة ولازم يدافع عن نفسه. فبالتالي لازم هيدافع بغض النظر بقى عن النتيجة هتوصل لفين. طب امال لما اجي اعاتب اعمل ايه؟ يعني اتكلم عن نفسك. تتكلم عن نفسك ازاي؟ تتكلم عن نفسك يعني تقول انت حسيت بايه، يعني ما تقولش كلمة انت، تقول كلمة انا. يعني مثلا هتكلم هقول لا انا حسيت بالخذلان في الموقف ده، وحسيت ان انا زعلانة جدا، وحسيت ان انا متألمة من كل اللي حصل، وحسيت انا كده بتكلم عني. فمش مستفزة الطرف التاني انه يدافع عن نفسه. طبيعي ان هو بالشكل ده هيحاول يراضيني، وكل حد مننا يحس واقع الكلام عليه كده لما انا اقول اصل انت كنت مستفز في الموقف ده، او لما اقول انا حسيت ان انا مستفزة، يعني حسيت ان انا متضايقة لما سمعت الكلام ده، يعني الكلام ده ضايقني جدا. طبعا بيفرق، لان انا كده مش بتهمه فمش مضطر ان هو يدافع عن نفسه. يبقى بعد ما حددت هدفي من العتاب هتكلم عن مشاعري الشخصية، مش هفضل اتهم الطرف التاني. الحاجة التالتة ان انا ممكن اقول توقعاتي عادي، يعني ممكن اقول مثلا انا كنت متوقعة انك تعمل واحد اتنين تلاتة، ليه؟ تجنبا للمشكلة الجاية، لان ممكن يكون الشخص التاني هو مش فاهم انا عايزة ايه اصلا. تمام؟ فهقول دلوقتي انا كنت متوقعة انك تعمل كذا، او كنت منتظرة انك تتصرف بالطريقة كذا، او توقعاتي مفيهاش مشكلة ان انا اقولها. اخر حاجة باكد للطرف التاني ان انا بحبه، باكد له ان انا بحبه، وباكد له ان هو مهم عندي، وباكد له ان انا مهتمة بالعلاقة بيني وبينه بما يكفي ان انا دلوقتي بعاتب، وان انا دلوقتي عايزة صلح، وان انا دلوقتي عايزة نية صافية، وان انت شخص مهم عندي، وان مش الموقف ده اللي هيأثر. بس انا دلوقتي عشان اتراضى انا عاوز واحد اتنين تلاتة، احدد بالظبط انا عاوز ايه، واعبر عن نفسي انا عاوز ايه عشان تبقى نفسي صافية. لان كل حد مننا بيقبل الاعتذار بطريقة غير التاني خالص، ودي حاجة انا متكلمة عنها بالتفصيل في كورس شفرة قلب. لازم انت توضح دلوقتي ان انا هتراضى بالشكل كذا وانا هتصالح بالشكل كذا. وما دمت انت قلت انك هتتراضى بالشكل ده، لو لقيت الطرف الاخر هو اشترى خاطرك وفعلا عمل الحاجة اللي هي هترضيك، ساعتها انت تدعي ربنا ان ربنا يخلي قلبك قلب سليم، وتطلب من ربنا انه يمنحك القوة على التسامح وعلى الحب وعلى العفو. لان القلب اللي بيسامح اقوى بكتير من القلب الحقود، اقوى بكتير من القلب اللي مليان غل وكراهية. وفي حاجة مهمة عايزة اقولها، لو حد جالك وقالك انا زعلان منك، صالحه. صالحه ايا كان هو غلطان او مش غلطان، لان معنى ان هو بيقولك انا زعلان منك معناه انه بيقولك صالحني عشان افضل احبك، او تفضل العلاقة بيننا وبين بعض سوية وجميلة. طبعا مش بقول ان اللي انا بقوله ده بيبقى سهل في الاول، لان احنا معتادين على ان احنا نتهم بعض، لكن لو انا عودت نفسي واحدة واحدة ان انا احكي مشاعري بدون ما اتهم الطرف الاخر، الموضوع هيبقى اجمل بكتير. خلونا نتعاتب برقي، خلونا نتعاتب بجمال.